سجن الكاتراز واحد من بين اقوى واخطر السجون في امريكا وفي العالم كامل. هذا الحبس تبنى في وسط البحر في سنة 1934 وبعيد على شاطئ مدينة فرانسيسكو بجوج كيلومتر، وما عمر شي واحد من السجناء قدر انه يهرب من هذا الحبس. ولكن في سنة 1962 اخيرا 3 ديال السجناء غادي يقدروا يهربوا منه بطريقه خياليه، وغادي يكون هذا الهروب واحد من الاسباب اللي خلى الحكومه الامريكيه تسد هذا الحبس في سنه 1963. اليوم الاخوان جبنا لكم قصه واعره وحماسيه بجد، ولكن قبل ما نبداو نتمنى انكم تابونوا معنا في القناه وتتابعوا الصفحه ديالنا. اول حاجه الاخوان، باش تعيشوا الاجواء ديال هذه القصه خاصكم ضروري تعقلوا على الاسماء والدور ديال كل واحد من هاد الشخصيات اللي كاينين في القصه. اول واحد سميتو فرانك موريس، والثاني سميتو جون انجلين، والثالث خوه كليرانس انجلين، والرابع سميتو الان ويست. ولكن في اخر هذه القصه غادي نكتشفوا باللي واحد من هاد الربعه غادي يحصل وما غاديش يقدر يهرب. المهم هاد السجناء ملي كانوا في الحبس ديال الكاتراز كانوا الحراس كيفرقوا عليهم الخدمه بحال التشطاب والغسيل والصباغه، واي واحد من السجناء عنده شي حرفه كيخدمها في ذاك الحبس. حتى لواحد النهار جاء الدور ديال الان ويست باش يشطب السطح ديال الزنزانات، وملي بدا كيشطب بان ليه واحد القادوس ديال التهويه كيدوز ديريكت للسطح ديال الحبس، وفيه واحد الشبكه ديال الحديد، ولكن ديك الشبكه سهله باش تهرس حيت مصديه وممكن اي واحد يطلع من ديك البلاصه للسطح ديال الحبس. ملي شاف الان ويست هذا البلان فرح بزاف ومشى ديريكت قالها لصاحبه فرانك موريس، وبدا فرانك يفكر وكيقلب على شي طريقه باش يهربوا من داك القادوس. واول حاجه دارها مشى وطلب من دوك جوج الاخرين اللي هما جون وخوه كليرانس يتعاونوا معاهم باش تكون الخطه ديالهم سهله. والحاجه اللي خلاتهم يبقاو يتواصلوا بيناتهم بكل سهوله هي الزنزانات ديالهم اللي متلاصقين. ملي كان فرانك كيقلب على شي طريقه باش يهربوا من سجن الكاتراز قدر انه يعرف باللي كاينه واحد الزنقه اولا واحد الكولوار مورا الزنزانات ديالهم، ولكن باش يدوزوا لديك البلاصه ويطلعوا لداك القادوس وما يشوفهم حتى واحد خاص ضروري على كل واحد فيهم يخرج من الفتحه ديال التهويه اللي عنده في الزنزانه ديالو. ولكن المشكل هو ان دوك الفتحات ديال التهويه صغار بزاف وما غاديش يقدروا يخرجوا منهم، يعني ضروري غادي يخصهم باش يوسعوهم، خصوصا وان دوك الحيوطه ديال الحبس ولاو رطبين بسبب الماء ديال البحر، يعني ساهلين باش يتحفروا. ولكن المشكل عاوتاني فين غادي يطبروا على الادوات اللي غادي يستعملوهم في الحفير. فرانك ملي بدا كيفكر في هذا البلان لقى ان الحاجه الوحيده اللي ما غاديش يسيق ليها شي واحد الخبار وما غاديش دير الصداع ملي كيحفروا هي المعالق باش كياكلوا الماكله. وبالزربه مشى كل واحد فيهم وسرق المعلقه ديالو ودخلوهم معاه الزنزانات ديالهم، وبداو كيحفروا النهار مورا النهار وكيردوا البال مزيان باش تبقى ديك العمليه سريه وباش يخدموا على راحتهم. وحتى شي واحد من الحراس ما يسيق لهم الخبار كانوا كيستغلوا الوقيته اللي كيبداو يغنيو فيها السجناء، حيت كل نهار مسموح للسجناء في سجن الكاتراز يتمزكوا ما بين ساعه حتى لساعه ونص، وهاد الوقيته هي اللي كيبداو فيها الابطال ديالنا يوسعوا فيها دوك الفتحات ديال التهويه، حيت الصوت ديال الغناء كيغطي على الصوت ديال الحفير. باش تبقى ديك العمليه سريه حتى يكملوا الخدمه ديالهم كانوا كيتناوبوا على المراقبه ديال الحراس، يعني كل نهار خاص ضروري على شي واحد فيهم يبقى عاس على الحراس، لا يوقف عليهم شي واحد فيهم على غفله، حيت الحراس كيفتشوا السجناء من 3 حتى 4 المرات في النهار. ونزيدكم واحد الحاجه اخرى بالنسبه للسجناء اللي كاينين حداهم، كانوا عارفين باللي دوك الربعه كيحاولوا يهربوا من الحبس، وحتى التقرير ديال الاف بي اي مذكور فيه باللي 8 سجين، يعني النص ديال السجناء اللي كاينين في سجن الكاتراز عارفين بهذا البلان، ولكن ما عمر شي واحد فيهم فضحهم او لا برستهم، بالعكس كانوا كيتعاونوا معاهم باش يهربوا. Myself, when I was a prisoner here, anyone that attempted to escape or wanted to escape, I'd help them all I can. That's the way a good inmate does. He helps another inmate any way he can. You know, whether you want to go or not, if you can help him, you'll help him. طبعا ملي كانوا هاد الربعه كيوسعوا دوك الفتحات ديال التهويه كان خاصهم ضروري شي حاجه باش يغطيوهم ويبانوا باللي ما تقاسوش، حيت الا شي واحد من الحراس شاف الحيط محفر غادي يحصلوا وغادي تفشل
الخطه ديالهم. وهذا الشيء علاش مشاو كل واحد فيهم وصنعوا واحد اللوحه من الكرتون في الورشه ديال الحبس كتشبه الفتحه ديال التهويه اللي عنده في الزنزانه ديالو، وصبغوهم بنفس الصبغه ديال الحيوطه. وباش يلصقوهم كيستعملوا ديك السيمه اللي حفروا في الحيط وكيعلقوا فوق منهم الحوايج او لا اي حاجه تقدر تعاونهم باش يخبيو ديك البلاصه. المهم بعد مده طويله من الخدمه اخيرا الابطال ديالنا قدروا انهم يوسعوا دوك الفتحات ديال التهويه باش يبداو يخرجوا ويدخلوا منهم. ولكن هذا الشيء كامل كان غير فقط المرحله الاولى من الخطه، حيث الا بغاو يهربوا من داك الحبس خاصهم ضروري يلقاو شي وسيله اللي غادي تخرجهم من ديك الجزيره، لانه كما قلنا في الاول سجن الكاتراز مبني فوق جزيره صغيره وفي وسط البحر وبعيد على الشاطئ ب2 كيلومتر، يعني واخا يهربوا من الحبس غادي يحصلوا في الاخر. وهنا بداو عاوتاني كيقلبوا على شي طريقه باش يصنعوا بها فلوكه، وفي الاخر لقاو واحد المجله في الحبس كتهضر على الطريقه باش كيتصاوب القارب ديال المطاط من الجاكيتات اللي كيعطيو السجناء في وقت الشتاء. وهاد الجاكيتات هادو كانوا غير مشتتين في الحبس وحتى واحد من الحراس ما كيرد ليهم البال او لا كيحسبهم، وبشويه بشويه كيجمعوهم حتى جمعوا 50 وحده. ولكن في الاخر لقاو مشكل كبير واللي هو البلاصه فين غادي يحطوا دوك الجاكيتات باش يبداو يخدموا عليهم. وفعلا كان هذا المشكل هو اكبر مشكل عانوا منه في هذه العمليه. المهم اللي بقاو كيفكروا في هذا البلان لقاو ان البلاصه الوحيده والمناسبه باش يصنعوا فيها داك القارب هي فوق الزنزانات ديالهم، يعني ديك البلاصه اللي كيشطبها الان ويست واللي لقى فيها داك القادوس. ولكن المشكل عاوتاني ديال هاد البلاصه هي انها مكشوفه وكتبان، واي حركه دارها الان ويست او لا اي سجين خدام فيها كيشوفوها الحراس. يعني من الاخر الا بغاو يصنعوا داك القارب خاصهم ضروري يغطيو ديك البلاصه، وباش يغطيوها كان خاص ضروري على الان ويست يلقى شي سبب مقنع، حيث الا غطى ديك البلاصه بالعاني غادي يشكوا فيه الحراس وممكن يحصل. فرانك واللي هو العقل المدبر لهاد العمليه ملي بدا كيقلب على شي حل هاد المشكل لقاه في الاخر. وتخيلوا معايا اشنا هو هاد الحل. فرانك قال الان ويست ملي تبدا تشطب ديك البلاصه عود طيح التراب على الحراس باش تبين لهم باللي هذا مشكل وخاصك تلقى ليه الحل. وفعلا كل مره كتجي الوقيته باش يشطب الان ويست ديك البلاصه كيدير داكشي اللي قال ليه فرانك موريس، وبقى خدام بنفس الطريقه حتى لواحد النهار طلبوا منه الحراس يلقى شي حل وما يبقاش يطيح عليهم التراب. وهنا فين غادي يغطي الان ويست ديك البلاصه، وكان هذا اكبر خطا ارتكبوه الحراس في هذا الحبس، حيت كون ما لقاوش هاد الربعه البلاصه فين غادي يصنعوا داك القارب المطاطي ما غاديش يقدروا يهربوا. المهم خوتنا بقاو كيتناوبوا في الخدمه على داك القارب وطلعوا كاع الادوات اللي محتاجين لديك البلاصه، وقطعوا حتى ديك الشبكه ديال الحديد اللي كاينه في داك القادوس ديال التهويه باش الا كملوا القارب ديالهم يطلعوا ديريكت للسطح ديال الحبس ويهربوا بالزربه. ولكن باش يبقاو يتناوبوا على الخدمه ديالهم خاصهم عاوتاني شي قلب اللي غادي يبين الحراس باللي هما كاينين في الزنزانات ديالهم. فتخيلوا معايا اشنا هو الحل. الابطال ديالنا مشاو وصنعوا ريوسه مزيفين باش يوهموا الحراس باللي هما ناعسين حيت كيخدموا غير في الليل. وباش يصنعوا هاد الريوسه مشاو وخلطوا الصابون والمناديل ديال الطواليت وزادوا عليهم السيمه اللي جمعوا في دوك التقابي ديال التهويه، والصباغه سرقوها من الورشه ديال السجن. ولكن اصعب جزء في هاد الريوسه هو الشعر، حيت ما يمكنش يزوروه. وفي الاخر جاب كليرانس انجلين شعر حقيقي حيت هو واحد من الحلاقه اللي كاينين في داك الحبس. المهم هذه الطريقه هي اللي كيستعملوها باش يبقاو يتناوبوا في الخدمه على داك القارب، وبقاو خدامين بنفس الاسلوب لمده شهرين. وملي كملوه في النهار 11 يونيو من سنه 1962 وجدوا ريوسهم مزيان باش يهربوا في الليل. ملي تفضوا ديال الحبس بداو صحابنا كيخرجوا من الزنزانات ديالهم من دوك الفتحات ديال التهويه اللي حفروا، وكل واحد فيهم حط الراس اللي صنع في بلاصتو باش يوهم اي حارس داز من حداه باللي هو ناعس. ولكن واحد من هاد الربعه غادي يحصل وما غاديش يقدر يخرج من الزنزانه ديالو، وهذا الشخص هو مول الفكره الان ويست، حيت مده طويله ما حلش ديك الفتحه ديال التهويه، وملي جا يحلها لقاها قاصحه وصعيبه تحل. ودوك الثلاثه الاخرين ملي شافوه ما قدرش يخرج من الزنزانه ديالو قالوا ليه غادي نسبقوك وغادي نوجدوا القارب وانت حاول تجي مورانا
الى خرجتي. وفعلا ملي طلعوا لفوق الزنزانات ديالهم وجدوا القارب وحلوا ذاك القادوس، وملي شافوا الان ويست تعطل وما قدرش يخرج قرروا انهم يهربوا بثلاثه، حيث كان هذا واحد من الشروط اللي اتفقوا عليه في الخطه ديالهم. يعني اي واحد حصل او لا طرا ليه شي مشكل صحابه غادي يكملوا الطريق ديالهم عادي. المهم دوك ثلاثه اللي هما فرانك موريس وجون انجلين وخوه كليرانس قدروا انهم يوصلوا للسطح ديال الحبس، وبشويه بشويه حتى وصلوا للبحر، وتما نفخوا داك القارب بواحد الاله موسيقيه كانت عند فرانك موريس، وبطبيعه الحال ديك الاله قدوها باش ما ديرش الصداع، وموراها هربوا. وفي 7 ديال الصباح بداو الحراس كالعاده كيحسبوا السجناء، واي واحد وصلوا للزنزانه ديالو خاصو ضروري يوقف. وملي وصلوا للزنزانه ديال فرانك موريس بقاو كيعيطوا عليه حتى عياو. واحد شويه دخل واحد من الحراس يدو باش يفيقوا، وتفاجئوا كاملين باللي فرانك حط في بلاصتو راس مزيف، وديريكت عرفوا باللي هرب هو ودوك الجوج الاخرين. وبالزربه بداو كيقلبوا عليهم في كاع البلايص في ديك الجزيره، وتكلف الاف بي اي بهذه القضيه، واول واحد استجبوه هو الان ويست، حيت لقاو ديك الفتحه ديال التهويه اللي عنده في الزنزانه ديالو محفره، وعاود ليهم القصه كامله. الحراس والاف بي اي بقاو كيقلبوا عليهم لمده 15 سنه، ولكن ما عمرهم لقاو حتى حاجه. وباش يسدوا ديك القضيه قالوا بلي دوك السجناء بثلاثه غرقوا في البحر، حيت لقاو جوج ميكات فيهم تصور ديال عائله جون انجلين وخوه كليرانس مرميين في البحر، وهذا كان دليل باش يسدوا ديك القضيه. ولكن المشكل هو ان السلطات والاف بي اي ما لقاوش الجثث ديالهم، وهنا خرجوا جوج ديال النظريات. النظريه الاولى كتقول بلي دوك السجناء بثلاثه بصح غرقوا في البحر، والنظريه الثانيه كتقول بلي دوك السجناء هربوا برات امريكا. وانا شخصيا الاخوان متفق مع النظريه الثانيه، حيث غالبا دوك التصاور اللي لقاو الاف بي اي في البحر فرانك موريس اللي هو العقل المدبر لهذه العمليه، وهو اللي طلب من جون انجلين وخوه كليرانس يرميوهم في البحر باش يعطلوا ويخربقوا السلطات ملي كيقلبوا عليهم. المهم اش بان لكم انتم الاخوان، واش هاد السجناء هربوا برات امريكا او لا غرقوا في البحر؟ ما تنساوش تخليو لي الاراء ديالكم في التعليقات، وحتى لهنا نكونوا وصلنا لنهايه القصه ديالنا. اتمنى انها عجبتكم، ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم الزوينه، وما تنساوش تابوناو معنا في القناه وتابعوا الصفحه ديالنا على الفيسبوك. ما بقى ليا غير نقول لكم تهلاو في ريوسكم. بيس.